هو ليه الأكتروس M1 تعتبر أسطورة الشاحنات؟ صلّي على النبي الأول وخلّيني أقول لك إن في فترة التسعينات تحديدًا سنة 1995 كان موجود شاحنات كتير، زي مرسيدس SK اللي بنسميها ال38 أو ال44، كان في الفولفو FH12، كان في الإيفيكو E42، كان في المان F90، وكان في الإسكانيا 143، كان في الرينو وغيرها كتير من الشاحنات. بس في فترة التسعينات وتحديدًا سنة 1996 أنتجت شركة مرسيدس أول طراز من سلسلة الأكتروس وهو الM1، واللي كانت شاحنة مميزة جدًا في وسط الشاحنات في الوقت ده، وكانت فارقة عنهم في حاجات كتير جدًا. بالنسبة للتصميم الخارجي كانت شركة مرسيدس وصلت لآخر تصميم أو انسيابية في شاحنات الSK، ولكن الM1 كانت مختلفة في ناحية إنها كانت أعلى انسيابية وأقل مقاومة للهوا، كان تصميمها مسابق للعصر في الوقت ده. بالنسبة للكابينة بتاعة الأكتروس M1 كان بينزل منها أحجام مختلفة، ولكن أكتر كابينتين من الM1 كانوا منتشرين في مصر وهو الميجا والميجا سبيس، وكانت الكابينة مريحة للسواق وكانت أحدث بكتير من موديلات الSK. والتحديث كان في حاجات كتير، في شكل الطارة، للإطار بتاع لوحة العدادات والزراير واللي كان بينزل بخشب الأبانوس واللي كان بيدي طابع الفخامة للتريلا، وكان في مساحات تخزين أكتر. كمان زرار التحكم في الM1 كانت أريح من الSK لأنها بتكون مايلة بزاوية ناحية السواق لقرب وسهولة التحكم فيها، وكان معظم التحكم داخل الكابينة في الM1 كان إلكتروني. وبالنسبة للمواصفات الميكانيكية فكانت الM1 بداية لانتشار الشكل الجديد من الفرامل الجديدة اللي هي الديسك بريك أو الفرامل القرصية، واللي تعتبر أفضل فرامل في رؤوس الشاحنات. بس اللي ميز الفرامل في الM1 أكتر هو نظام الانتليجنت بريك أو الفرامل الذكية، واللي بيساعد على التحكم في فرامل الشاحنة بشكل أفضل. كمان كان في أنظمة فرامل تانية زي الABS والASR. وبالنسبة للمحرك فكانت الM1 بتنزل محرك الOM 500، واللي اتميزت بيه عن اللي قبله الOM 44X إنه أول محرك نزل بنظام البلامب لاين نوز أو النظام الإلكتروني في حقن الوقود، واللي يوفر في استهلاك الجاز. وكانت محركات الM1 في منها 6 سلندر ومنها 8 سلندر، وكانت بقدرة باور من 310 هورس باور لحد 570 هورس باور. وهنا هي تفوقت على موديل الSK في المحركات من ناحية إن الSK كانت بتنزل بمحركات من 350 هورس باور لحد 530 هورس باور، فده خلى الM1 فيها رينج محركات أوسع، بالتالي مناسبة لاستخدامات أكتر. وبالنسبة للفتيس فكان في منها بينزل بفتيس يدوي وفي منها بينزل بفتيس أوتوماتيك، والأوتوماتيك كان بيعتمد على نظام المساعد الإلكتروني الذكي. كمان من أكتر الحاجات اللي ميزت الM1 هو نظام الكمبيوتر اللي كان بينزل فيها، واللي كان يعتبر نظام بيتحكم في التريلا كلها، وكان بداية لمفهوم الشاحنات الذكية. كمان كان في نظام الأوتو دايجنوسيس أو التشخيص الذكي، واللي فيه التريلا بتبلغك بالأعطال اللي بتكون فيها بكل التفاصيل الصغيرة، يعني لو لمبة واحدة فاصلة يتبلغك بيها على الشاشة. كمان بتساعدك في اكتشاف الأعطال بدري، فده قلل عليك من تكاليف الصيانة. واستمر إنتاج الM1 لحد سنة 2003، واللي بدأت مرسيدس في رحلة إنتاج الموديل الثاني وهو الMP2. بس خليني أقول لك إن اللي منتشر في مصر من موديلات الM1 هو من سنة 1998 لحد 2002، ودي أكتر موديلات بنشوفها. ولكن تخيل بعد كل المواصفات دي والتطور ده في الM1 لما نزلت مصر ما كانش فيه إقبال عليها كبير زي الSK، لدرجة إن كان سعر الSK أعلى من الM1، وده لعدة أسباب. إن في مصر كانت الناس متعودة على موديلات الSK، فلما نزل M1 واللي كان نظامها معقد شوية عن الSK من ناحية التحكم الكامل فيها بنظام الكمبيوتر، وما كانش فيه وقتها ميكانيكية كتير بيفهموا في صيانتها، فده خلى سعرها في الفترة دي أقل من مرسيدس الSK. بس ده مش بيفكرك بحاجة، ده يعتبر بالظبط نفس اللي حصل لما نزلت الMP4 والناس كانت متعودة على الMP2 والMP3، واللي خلى سعر الMP4 أقل من الMP3. ولكن مع الوقت قدرت الM1 تثبت نفسها في السوق المصري، وبدأت الناس تتعلق بيها بعد ما بدأ الميكانيكية يفهموا في صيانتها، فده سهل تشغيل الM1 في السوق المصري. ونيجي لسعر الM1 في السوق المصري، فسعرها حاليا بيتراوح من 1,500,000 لحد 1,800,000، وده طبعا حسب الحالة والموديل.